السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شريف للغير شريف. صباح الخير، كيف حالكم؟ أولا أنا لا أريدك أن تكيل بمكيالين يا من تدعي الشرف. يقول أحدهم: حينما يحدثك الغير شريف عن الشرف تماما كما يحدثك الملحد عن آيات الله، وحينما يحدثك عديم الدين عن الدين تماما كما يكلمك الأشعري عن صفات الله وعن كيفية علو الله على خلقه. تماما الخطوة بالخطوة. أولا الكيل بمكيالين لا أجيده، ولا ينبغي لمؤمن أن يكيل بمكيالين. من ينظر لحال غزة الآن ولحال فلسطين اليوم يدرك بأنها تشابه إلى حد كبير بداية الدعوة الإسلامية، وكيفية صبر المسلمين على أذى أعدائهم. مثلا الآن من يلومنا ومن يلوم العرب بأننا ساكتون ولم نذهب إلى هناك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينظر إلى عمار بن ياسر وهو يعذب وأمه تقتل في أشرف مكان أو في أطهر مكان للمرأة، تقتل بهذه القتلة الخسيسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل قال: ثوروا أيها المسلمون واحملوا سيوفكم لكي تبادوا عن بكرة أبيكم؟ لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لأنه يدرك، والله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالجهاد. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. فالآن الإسلام يمر بحالة ضعف. الأمة الإسلامية والدول العربية كلها لو قامت عن بكرة أبيها مثلا لمعركة أو من المعارك، أنتم تعرفون من وراء هذه الدولة بالقوة العسكرية وما أشبه ذلك. لذا الصبر ثم الصبر والدعاء ثم الدعاء والتلاحم الإسلامي وجمع الكلمة بين المسلمين. ينبغي علينا أن نجتمع، لأن الاجتماع وحده والعودة إلى الله حقيقية، لا بدع ولا شرك ولا جماعات ولا فرق. لا نصدق أي جماعة، نعود إلى الله عودة حقيقية، وحينها يقوي الله شوكتنا وينصرنا على أعدائنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية وسوى اتفاق مع قريش ومع القبائل التي كانت معها. هل يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبانا في هذه اللحظة؟ وإنما اللحظة الفارقة هذه تحتم على المسلمين الصمت والصبر والسكوت وتقوية الجبهة الداخلية، لا أن نعد سهامنا إلى بعضنا البعض. ثم يظهر الغير شريف عوضا عن أن يدافع عن إخوانه المسلمين، لا، يظهر ليطعن في إخوانه المسلمين، يخون الشعوب ويسب الحكام ويطعن في هذا وهذا وهذا وهذا، ثم يدعي الشرف. للغير شريف عدونا نعرفه وأصحابهم نعرفهم أيضا وأنت أولهم. لذا الأمة الإسلامية لم تعد بحاجة معول ليهدم، بل نحن بحاجة بان ليبني. نحن بحاجة لأن نزد من التلاحم والتكاتف والتآزر والتواصي، بحاجة إلى العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الدعاء لإخواننا ومساعدتهم بكل ما أوتينا من قوة. ولكن لا تكل بمكيالين. إن كنت حزين على من يتكلم في السنوار أو في إسماعيل هنية، فلماذا لم تكن يوما ردتك قاسية على السنوار وهنية حينما كانوا يثنون ويبجلون ويمجدون من كان يطعن بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تكل بمكيالين، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من عرض هنية والسنوار وعرضي وعرضك. عليك أن تعرف أنه من أساسيات الدين ولاء وبراء. مسكين لا يعرف هذا. أحس أني أعطيت أكثر من حجمك، صح؟ يلا سلام عليكم.